طب انت عارفة بقى انه اسهل مما تتوقعي، ومن غير بيض كمان هتعملي اكبر كمية من بلح الشام. هاتي حلة وعلى النار وحطيها وكوبايتين مية وانزلي عليها، وكمان 2 من السكر و4 من الزيت وحطيهم، وابتدي قلبيهم. وهاتي بقى المنخل او المصفى بتاعتك وانزلي بكوباية ونص من الدقيق، عليهم 3 من النشا وواحدة من الكاستر. لو مفيش كاستر خلاص رشة بيكنج باودر ورشة فانيليا، وانخليهم وانزلي بيهم على المية المغلية. اطفي النار وابتدي قلبي لحد ما كل الدقيق يختفي، وما يبقاش في ذرة دقيق واحدة باينة فيهم، لحد ما تلاقيها اتشكلت عجينة حلوة كده ناعمة وطرية. وتحطيها في البولة وتسيبيها وبفوطة ناشفة وتغطي عليها لحد ما تبرد معاكي، وبالبلة بتاعت بلح الشام وابتدي شكليها على قد صوابع ايدك وحطيها، وبسرعة بسرعة على البوتاجاز ويلا بينا نقليهم. زيت كده يكون غزير وسخن وانزلي بيهم. اول ما ياخدوا لون اصفر خفيف خالص هتطلعيهم على مصفى وتسيبيهم لحد ما يبردوا معاكي تماما تماما تماما. وبعد كده الزيت يكون دافي شوية، ومرة تانية وهتنزلي بيهم لحد ما يبتدوا يقرمشوا ويحمر معاكي ويمين وشمال، وهتفضلي تقلبيهم. وفي الشربات التقيل البارد اللي كنا محضرينه مع بعض هتنزلي بيهم، وبعدين قدميهم. والفستق الكذاب اللي احنا عملناه برضو مع بعض زوقيهم، وبألف هنا وشفا بعد الفطار وتقدميهم. احلى بلح شام اقتصادي مقرمش جدا يتاكل اكل. ما تنسونيش في اللايك.